هو أنت كنت تعرف إنه في نظرية علمية لدكتور سوزان جونسون كانت بتتكلم فيها عن الارتباط العاطفي والتعلق؟ كانت بتتكلم إنه الأشخاص بيفقدوا الأمان لما بيدخلوا علاقة بتكون فيها حبة ساقع وحبة سخن، اللي هو حد يديك إشارات بس مختلة شوية يحسسك إنه بيحبك وإنه مهتم، وشوية يسيبك ويجري. المشكلة بقى إنه ده بيأثر على ثقتك في نفسك، يعني يحسسك إن أنت مش كفاية ويزود عندك جلد الذات. فأول ما واحد يقرب لك يبقى شوية بيقرب وشوية بيبعد، هو مش بيأثر بس على علاقتك العاطفية معاه، هو كمان بيأثر على أمانك ونظرتك لنفسك، لأنه بيخليك تعرف إن أنت طول حياتك مش كفاية. قولي بقى مين استخدم معاك نظرية سخن ساقع ساقع سخن، واكتب لي في الكومنتات بسرعة، احكي لي مين توكسيك عمل فيك كده. الإشارات المتضاربة دي والتردد والحاجات دي، واحد يقرب لك شوية وشوية يبعد ويهتم بيك وبعدين يسحب منك الاهتمام وبعدين يحسسك إن أنت لطيف وحلو وشوية يحسسك إنك غبي ومش فاهم. الحاجات دي لو حد بيعملها معاك تعالى بسرعة وأنا هقولك إزاي بنجري. ازاي؟ بص، هحكي لك حكايه هتفهم منها انا اقصد ايه. كان في بنت بتحكي انه في واحد كل شويه يديها كلام حلو وبعدين يختفي، ويديها كلام حلو وبعدين يهرب، ويديها كلام حلو وشويه جلد ذات، لحد ما البنت وصلت ان هي تايهه. ولما جه مره يقول لها كلام حلو زي عادته، قالت له تعالى، هو احنا رايحين فين في العلاقه دي؟ هو انت هتقدم لي ايه في اللي جاي؟ وطبعا كالعاده وراها الوش الحلو تاني. واول ما وراها الوش الحلو تاني قعدت الحلوة سنين. وبعد سنين لما جت تقول له طب هو احنا رايحين فين تاني فهمني، قال لها أنا شايف إنك تستاهلي حد أحسن مني. كم مرة بقى سمعتوا الجملة دي؟ أنا عايزاكم تكتبوا لي في الكومنتات، لأن أنا متأكدة هلاقي كتير. بس عارفين إيه اللي وصلنا إن احنا نستحمل العلاقات دي؟ إن احنا من جوه مش مليانين. احنا أصلاً كنا مستنيين حد يملالنا الكوباية بتاعتنا، كوباية الحب والأمان والمشاعر. احنا ما بنملاش نفسنا من جوه، فالناس اللي بره بتيجي تملى زي ما هي عايزه، وكل واحد يعمل اللي هو عايزه. لو انت ما عندكش خطه في حياتك اتجاه مشاعرك والاشخاص اللي معاك، صدقني هتتمرمط، لانه لو انت ما عندكش خطه مع الدنيا هتخطط فيك لما تطلع عينك. فخطط وتعالى، سواء في مشاعرك، سواء في مشاكلك، سواء في اهتماماتك، سواء في الناس اللي بتحبهم. كل حاجة لازم تكون بخطة، وتكون عارف انت تستحق ايه وما تستحقش ايه. بص، هقولك على حاجة، أنا ما يهمنيش شعورك العظيم اللي شايلهولي جواك لو أفعالك عكس كلامك. فعشان تديني كلام حلو ولطيف وإنك أنا حب حياتك وحب عمرك، وتعمل العكس في المقابل، أنا هجري، طبيعي هجري. ومش طبيعي إنك لما تسأليه عن مستقبل علاقتكم يتهرب. ما هو لو اتهرب فأنت كمان تتهربي، اهربي بسرعة. أنا بقولك في المواقف دي بنجري. هقولك بقى على اختبار صغنن كده نعمله مع الصغنن لو فضل يدينا إشارات سخن ساقع ساقع سخن. أول ما تحسي إن اللي قدامك عمال يتلاعب بمشاعرك، شوية يديكي حب وحنان وأمان وشوية يجري وينفضلك حاولي إنك ما تبدريش في العلاقة، حاولي إنك تكوني الطرف اللي بيسمع وبس. يعني لما تلاقي واحد واخدك ساقع سخن سخن ساقع، تروحي انتي عاملة ايه مع نفسك؟ تروحي قاعدة ساكتة وتتفرجي على الموقف من بعيد. هو بقى هيديكي ايه؟ لما تبطلي تديله حب وأمان ومشاعر ويبطل يدوس على الزرار يلاقيه بيديله نفس النغمة، ساعتها لو هو كويس وحد كويس وكانت نيته خير كده، فهيكمل في العلاقة ويبدأ يحاول يطمنك تاني ويحسسك بالأمان ويرجع العلاقة دي بكل جهده. طب لو مشي، بنسيبه يمشي في المواقف دي، بنسيبه يمشي. اللي يخلق يخلق، واللي معنا خسر دلعنا، عادي جدا، وبنكمل حياتنا عادي. بس واحنا فاهمين أول ما بتسلت إيدك كل الناس بتبان على حقيقتها، فحاول تبينهم. طب لو انتي تايهة ومش عارفة، هقولك قبل ما تسألي هو بيحبك ولا لأ، اسألي انتي مرتاحة ولا لأ. طب انتي حاسة بالأمان؟ حاسة انك وانتي جنبه كده أميرة صغنطوطة جميلة وحلوة وصغنطوطة؟ لو مش حاسة بالمشاعر دي فيبقى انتي مش في المكان الصح، يبقى انتي في المكان الغلط. لأنه لو انتي كوبايتك مش مليانة
واللي جنبك ما حاولش يملى في الكوباية حاجة، فشكرا، يبقى احنا مش محتاجين منهم لا وجودهم ولا دعمهم. الغريب بقى ان احنا دايما نتصرف نفس التصرفات ونستنى نتائج مختلفة. هو ده الإعجاز في العلم والله. يعني حضرتك لما هو يختفي ويرجع يلاقيكي بتسامحيه وتقولي طب ما هو أكيد معذور وأكيد مشغول، طب ما هو هيختفي ويرجع، يعني أكيد مش هيحصل جديد. لكن لو اختفى ورجع لقى نظرة مختلفة، فطبيعي هيبقى فيه اختلاف في كل مرة، فنغير رد فعلنا. خلي دايما قرارك جاي من إحساسك، مش من خوفك إنك تبقي لوحدك، مش إنك تدوري الأمان في قرب الناس اللي حواليكي. الأمان إنك تبقي في علاقات كويسة وصحية. طيب حاولوا بقى تقولي في الكومنتات إيه أكتر حاجة لمست على الجرح بتاعكم، وإيه أكتر حاجة حسيتوا إن هي شبه إحساسكم. اكتب لي في الكومنتات وهقولك خطوات أكتر هتساعدك. وما تنساش تشترك في القناة ولايك وشير وكتير. وبس كده، باي باي.